لقيت في ست قاعده كده، ست عجوزه وعماله تلعب في الطين وعماله تحط العيش في الطين وتاكله، وعينيها سرحانه كده كانها ممسوسه حرفيا. وكل ما حد يقرب منها كده تقول له اوعى تقرب من السرايا، اوعى اوعى، حاجات كده غريبه. السرايا بتاخد احلامنا وبتحولها لكوابيس. ما تحاولش تفكر، التفكير خيانه للقريه. صباح مساء خير عليك يا جدع. باختصار، رجل اليمين كانت منمله، قعدت في السرير 9 ايام، عشان كده ما نزلتش الاربع اللي فات الفيديو، واديني جيت لكم تاني. قول لي الف سلام عليك يا ديبو، عشان رجلي كلها منمله لحد دلوقتي، بس قادر اقعد يعني. المهم يا جدع، في الكام يوم اللي انا كنت قاعدهم على السرير ما كانش ورايا غير اللي انا مثلا اطلع لايف او اتكلم مع الناس او هكذا، او ابص على الناس بتقول ايه وبتتكلموا في ايه. فانا محتاج اقول لك كلمتين. عشان تشتري بيت تعيش فيه، راجل بطولك كده توصل انك تشتري بيت، فممكن تشتريه المتوسط بتاعه يبقى عندك 35 سنة لحد 40 سنة، مش وانت عندك 25 سنة. فبلاش 4. متوسط الناس اللي بيتقال عليه ده مليونير من 50 ل 60 سنة فيما فوق، مش وانت عندك 30 سنة يعني. فاهدى على نفسك شوية. معظم الناس اللي لقيت الحب الحقيقي ولقيت الشخص اللي فعلا يكمل معاهم كانوا معدين ال30، مش وهم عندهم 18 سنة وبشخة. فهنكبر شوية. عشان تتعلم شيء جديد وتبقى شاطر فيه محتاج من 2 ل3، مش زي ما انت بتشوف وبيقولوا لك في خلال 2-3 وخلال اسبوع هعلمك الكفت. مفيش الكلام ده. الصبر هو المفتاح. هتقعد تقارن نفسك بالناس، انت اللي بتخسر وهم عمالين يكسبوا. فاهدى على نفسك شوية. وعشان الدنيا دي كلها تمشي معاك ويبقى كل حاجة زي الفل، فانت محتاج خطوة واحدة بس، وهي انك تقرب من ربنا وتصلي يعني. ربنا يهدينا ويهديك. فمن اخرها يا جدع، استمر في طريقك، كمل وعافر واعمل اللي نفسك فيه على طريقتك انت، والله العظيم، وخدها من واحد فاشل. انت مش متأخر. كمل يا بابا، كمل يا حبيبي، كمل. وكمل الفيديو برضه. وبرضه يا جدع، الموضوع بدأ وانا لسه عيل يعني، عندي 10,000 سنة. كنت قاعد في البيت القديم بتاع جدي راضي اللي في القرية. النور كله كان مطفي اصلا، مفيش غير اللمبة القشاش اللي هي بابور الجاز ولا معرفش اسمها ايه دي، هي اللي شغالة بس. وعمالة بقى تهز فوق راسي كده، وخيالي عمال يلف حواليني كده، وفيلم رعب يعني. اللمبة دي كانت بتعمل شغل. المهم يا جدع، انا كنت مريح اصلا على الكنبة، فسمعت صوت زي زعيق مكتوم كده، وصوت رجول عمالة تدب جاي من اوضه جدي راضي. قمت اتسحبت زي الدل يا جدع على طراطيف صوابعي لحد ما وصلت عند الاوضه بتاعت جدي. ببص من العوب بتاع الباب كده، لقيت جدي واقف وامي واقفه، والاتنين وشهم كانهم بيتخانقوا كده ومتعصبين، وجدي ماسك امي من كتافها وعمال يهزها كده. عارف انها فيلم عربي قديم. ما سمعتش من كلامهم لان كلامهم كان غريب كده بالنسبه لي وداخل في بعضه مش عارف اسمعه، بس سمعت جمله واحده بس، ان جدي كان بيقول لامي الدم اتطلب خلاص يا بنتي، اللعنه مش هترحم حد لو ما قدمناش الفدا. الواد اللي بره ده لازم يفضل تحت عيني. اكيد طبعا بيتكلم عننا يعني. وامي كانت عماله تعيط وبترد عليه وهي عماله تشهق اصلا، وتقول له انا مش هسيبك تاخده، انا مش هخلي ابني يشيل القرف بتاعكوا ده، انا ابني عمري ما هبيعه، وحتى لو للشياطين مش هبيعه. وقتها كلمه اللعنه يا جدع نزلت على وداني زي جرس الجنازه بالظبط. هو يعني ايه لعنه اصلا؟ كلمه مميزه كده. وبعدين مين الشياطين اللي يقصدوها دي؟ بس كنت حاسس برعب، معرفش ليه. كنت خايف من اللي بيحصل، رغم ان ما يخصنيش كل اللي بيحصل وهم بيتخانقوا مع بعض، بس انا فعلا كنت حاسس برعب. في نفس اليوم ده يا جدع، على الساعه 3-4 الفجر كده، انا لقيت في ايد بتتحط على بقي وعماله تزقني كده. اول ما فتحت عيني يا جدع، لقيت امي في وشي وعماله تعيط ومتلهوجه كده، ولقيتها بتقومني من على السرير، ولقيت الشنط بتاعتنا كلها ملمومه. كانت عماله تزقني ان انا اتحرك كده، بس اهم حاجه ان انا افضل ساكت. وفعلا خرجت من بيت جدي مع امي، وفجاه لقيت نفسي بدخل في الغيطان وعمالين نجري كأن ملك الموت بيجري ورانا. ومن الليله الشوق دي يا جدع، وبدات معايا رحله انا مش فاهم الرحله دي ايه اصلا. معظم طفولتي اتسرقت مني في الاتوبيسات وفي القطوره وفي المواصلات. النهارده احنا مثلا في كفر الشيخ باسم جديد وشكل جديد وطريقه جديده. بعد مثلا 6 شهور الاقي نفسي انا وامي في نجع مهجور في سوهاج مثلا، وبرضه عايشين باسامي جديده وبشكل جديد وبشغل جديد. كل شويه اوراق رسميه متزوره، وكل شويه اشكال مختلفه واسامي مختلفه. امي كانت دايما حاسه بالرعب، وبتبص على الشبابيك وبتبص على البيبان وتتاكد ان البيبان مقفله، وتبص من البلكونه تشوف لو حد باصص علينا ولا لا. كانت عايشه حياه مرعبه حرفيا. في وسط كل ده كانت دايما بتمنعني ان انا اصاحب اي طفل في سني، او اصاحب اصلا اي حد، او اتكلم مع حد.
كانت على طول حبساني، ومعظم الوقت اما باجي انزل لازم انزل معاها. وكنت دايما بقعد اسالها وانا خايف: هو احنا بنهرب من مين يا امي؟ هو ليه كل شويه بتغيري لي اسمي وبتغيري اسمك؟ وليه دايما لما اكون نايم بفتح عيني الاقي في خيالات سودا فوق راسي؟ كنت دايما لما اسالها اسئله شبيهه لدي الاقيها مسكتني من كتفي وتقول لي: عشان تعيش يا ديبو، العالم اللي حوالينا ده يا ابني مش بتاعنا لوحدنا، في ناس عايشه حوالينا، في مخلوقات عايشه حوالينا، وكلهم بيتغذوا على الخوف، واسمك هو روحك، بيعرفوك من اسمك، ده الخيط السحري اللي هيوصلهم بيك. امسح اسمك دايما من الذاكرة بتاعتك، خليك شخص جديد دايما، وحسك عينك ترفع عينك في عين خيالك، واوعى تدور ورا اي صوت بيندهك حتى لو قالك كل تفاصيل حياتك. اللي بقولهولك ده مش كلام يخوفك ولا حكايات، الكلام ده انت مقصود بيه لو تعرفت انت ابن مين. كلامها معايا دايما يا جدع كان كله غموض وكله رعب كده. كنت بحس ان الكائنات اللي بتتكلم عنها دي اللي بتجري ورانا هي بتجري ورايا انا بس، ومش مجرد جن وشياطين بتجري ورايا. انا حاسس ان في حاجه اقوى من كده بتجري ورايا، حاسس ان في حاجه مربوطه بدم النسل بتاعنا عشان كده ده بيحصل. وفضلنا على الحال ده سنين يا جدع، لحد اما جت ليله شؤم يا جدع، وصحيت في الاوضه اللي كنا مأجرينها فوق السطوح في البحيره. النور كان مقطوع وقتها، الجو اصلا تقيل كده، تقيل على القلب يعني، بس مش شايف حد حواليا. فقعدت اقول: يا امي يا امي انت فين؟ قمت اتسحبت في الضلمه كده لحد ما عرفت اوصل لباب الاوضه. اول ما فتحتها انا لقيت شنطه امي الصغيره والمشط بتاعها اللي هي بتسرح بيه ده مرمين على الارض، وزي ما يكون حد داس عليهم مكسرهم. ما بقيتش فاهم اللي بيحصل يا جدع، بس اكتشفت ان امي هربت، سابتني وانا لسه ببدا ان انا ابقى شاب، ولسه حتى مش فاهم الدنيا كويس. بس اول ما النور جه يا جدع ورجعت الاوضه، انا لقيت في ورقه متطبقه كده وشكلها مبهدله محطوطه على الترابيزه اللي قدامي. ولما فتحت الورقه لقيتها من امي وبخط ايديها كمان، وكانت كاتبالي فيها: يا جدع، قريه كفر الساوي، مركز المحموديه، اسال عن جدك الحاج راضي، روح له يا ديبو، ده المكان الوحيد اللي هتقدر تستخبى فيه، او ممكن يبقى المكان اللي هيتقري فيه الفاتحه على روحك. بس انا خلاص هم لقوني. وقتها يا جدع انا مش فاهم، يعني هي دلوقتي طول عمرها بتهربني من كفرة الساوي ده، ولا كفر الساوي ومحمودية وجدي والكلام ده كله، فجأة كده سايبة لي ورقة وبتقول لي ترجع. وبعدين ايه اللي لقوها؟ طب ما لو لقوها يعني لقوني، ليه خدوها هي وما خدونيش انا؟ ما كنتش فاهم يا جدع، بس كل اللي قررت اعمله بما اني شاب ومش عارف اعمل ايه، اللي انا خدت بعضي وطلعت على قرية كفر الساوي. عايز اقول لك ان اول خطوة ليا اول ما قربت من كفر الساوي ده، حسيت ان انا بدخل عالم مختلف، حسيت ان في حاجة غلط، كأني نطيت جوه مقابر يا جدع، جوه المقابر مش حوالين المقابر. الجو هناك كان في حاجة غلط فعلا، حتى الشمس لونها باهت كده عن الطبيعي بتاعها، عارف كأنك جايب لوح ازاز مصدي والشمس معدية منه، شايف الشمس بتبقى عاملة ازاي؟ هي كانت نفس الدرجة دي كده. الهواء اللي في الكفر تقيل وريحته عاملة زي السمك كده. معظم البيوت مكسرة ومعظمها مهدود كمان، اللي هو فيه انتوا كنتوا في حرب. حتى البيوت اللي لسه واقفة على حيلها مشققة كده كأنها بتقول انا هتهد كمان شوية. بس كل ده ما كانش بيخوف على قد ما السكان نفسهم بتوع الكفر كان شكلهم يخوف. الناس هناك ما كانوش بني ادمين طبيعيين زي اللي احنا نعرفهم، هم كانوا عبارة عن هياكل عظمية ماشية يا جدع خلاص على شبه الموت، كانهم ولا بياكلوا ولا بيشربوا، وشوشهم مطفية، عيونهم سرحانة، شكلهم غريب، كأنهم ما دقوش طعم النوم من سنين. من آخرها حالتهم النفسية كانت متدمرة بالكامل. راجل يا جدع أنا ماشي في الشارع الرئيسي اللي هو بتاع الكفر كده، كان في راجل واقف قدام دكان وشكله غريب كده. أول ما شافني لقيته بيجري عليا وعمال يتطوح وهو جاي لي أصلا، ولقيته قام مسك في هدومي كده وكان عمال يترعش. لقيته بيقول لي: ما تبصش فوق يا ابني، بص في الأرض، إياك تبص لفوق، إياك تحلم حتى، اللي بيحلم هنا بيحكم على نفسه بالموت، استسلم يا ابني قبل ما يشم ريحة الأمل بتاعك. ولقيته قام سابني وجري دخل الدكان بتاعه ده وقفل الباب الخشب بتاعه. لو ايه الجنان ده يا عم فيه ايه؟ وبعد ما مشيت شوية يا جدع لقيت في ست قاعدة كده، ست عجوزة، وعمالة تلعب في الطين وعمالة تحط العيش في الطين وتاكله، وعينيها سرحانة كده كأنها ممسوسة حرفيا. وكل لما حد يقرب منها كده تقول له: اوعى تقرب من السرايا، اوعى اوعى. حاجات كده غريبة. السرايا بتاخد أحلامنا وبتحولها لكوابيس، ما تحاولش تفكر، التفكير خيانة للقرية. من آخرها يا جدع القرية كانت عبارة عن مصحة نفسية كبيرة، كلهم مجتمعين ان هم خايفين من السرايا، وان السرايا دي هي اللي بوظت كل حاجة وهي اللي هتدمرهم. لدرجة ان شفت واحد بيحرق المحاصيل بتاعته كده، فبجري بقول له: يا عم اللي انت بتعمله ده؟ فبقول لي: ما انا لو ما حرقتش نفسي بنفسي السرايا كده كده هتحرقني. اللي فهمته من الموضوع ان الناس كلها خايفة من كيانات او حاجة في السرايا، خايفين ان حد في السرايا يحس ان هم مبسوطين مثلا او عندهم امل او بيفكروا ببكرة.
كله خايف يعمل الحاجات دي لحسن تنزل عليه اللعنة. ولما سألت عشان افهم ايه اللي بيحصل ده ولا في ايه بالظبط، فاكتشفت ان هما مش خايفين على نفسهم، خايفين عشان اللعنة ما بتمسك حد بتمسك نسله كله، فمعظمهم خايف على عيلته وخايف على عياله. وفي الوقت ده يا جدع انا لقيت راجل عجوز كده بس شكله اعمى، لقيته بيقرب مني اصلا، بقول لي انت جاي هنا ليه يا ابني؟ عايز مين؟ اول ما قلت له يا جدع انا جاي عشان الحاج راضي، لقيت ايديه غرزت كده في جلدي وبقت ناشفه والعكاز بتاعه نشف زي ما يكون الراجل خايف مرعوش او القوه جات له، والله اعلم ماله ده. ولقيت صوته حشرك كده بيقول لي هو انت جاي للحاج راضي؟ فقلت له اه. قال لي الحاج راضي؟ الحاج راضي اللي هو حافظ السر؟ قلت له ما اعرفش حافظ ايه بس يعني انا جاي للحاج راضي. ربنا يتولانا، بيته في اخر القريه يا ابني جنب السرايا والعياذ بالله. بس استنى يا ولا، وفضل ماسك فيا. انت ابن مين؟ قلت له ابن كذا، وقمت قايل له اسم امي. قال لي الهربانه، انت جاي برجليك لحد هنا؟ غور يا ابني. وقام سابني وزقني كده، وفضلت ماشي يا جدع في اتجاه نهايه القريه زي ما قال لي، لحد اما لقيت بيت كده، بيت عتيق عتيق يعني، وكان برضه مشقق وقرب يقع، وقدامه شجره اللي هو الشجر السدر الكبير ده، بس كلها دبلانه بس مغطيه المكان. وبعد البيت ده بكام متر مش كتير يعني شفت السرايا، كانت عباره عن قصر ضخم وعتيق جدا، مبني من الطوب الاسود كده، طوب اسود جاف كده، معرفش ايه الطوب ده، طوب ناشف كده، ناشف اللي هو كأن مثلا ممصوص المواد بتاعته، مش عارف اوصفها لك، بس هو كان اسود وشكله غريب. الشبابيك بتاعته كانت كلها من خشب لونه ذهبي كده بس مكسره، تحسها كأنها عيونه بتمص اي حد يقرب من البيت ده. المهم اللي بحاول اوصله لك يا جدعان، السرايا شكلها يخوف فعلا. وكان بيت جدي قبلها بكام متر، دخلت لقيت الباب مفتوح اصلا، دخلت جوه البيت لقيت الحاج راضي واقف في نص الصاله، راجل طول بعرض، شعر ابيض زي التلج، بس عيونه كانت بارده يا جدع زي التعبان بالظبط، تشوفش فيها اي مشاعر. اول ما شافني يا جدع وقلت له انا مين، لقيته بصلي من فوق لتحت، ولا حتى ابتسم لي ولا حتى حضني زي اي جد اما بيشوف حفيده يعني. انا لقيته رجع قعد كده ومسك الشيشه بتاعته وخد نفس طويل كل ده وعمال يبص لي بس. ولقيته قال لي بس كان صوته عالي ما شاء الله يعني، وقال لي امك هربت وسابت لك العار يلا، بس جدع انك عرفت توصل هنا، بس عايز تقعد هنا هتقعد بشرط واحد، لو كسرته انا هربطك وهرميك في جهنم ساعتها. انا اصلا كنت خايف من سرايا المجانين اللي انا داخلها دي ومقلق اصلا، فقلت له طيب شرط ايه بالظبط انا مش فاهم. ومعلش برضه سؤال كمان، هو ليه الناس بره عاملين كده؟ لقيته ام خبط لي جنبه كده اللي هو تعالى اقعد. قعدت يا جدع لقيته عم قرب مني لدرجة ان انا شفت العروق الزرقاء اللي في رقبته بدأت تنفر، وقال لي الناس اللي بره هم عايشين صح، بس هنا في كفر الساوي ما عندناش غير شرط واحد، قانون ولازم الكل يمشي عليه، قانون الاستسلام يا ابني. تعيش راسك في الطين، عينيك ما تترفعش من على الارض، ايدك ما تتمدش على حاجة مش بتاعتك، حلمك تموته قبل ما يتولد جوه دماغك اصلا. والاهم من كل ده، سرايا البوهي اللي جنبنا دي خط احمر ممنوع تقرب منها، حتى ما تبصش لشبابيكها ولا تفكر ان هي موجودة ولا تتخيل اللي انت حتى معدي من قدامها. لو سمعت منها صريخ، سمعت منها ضحك في نص الليل، حط في ودنك طين ونام. لو سمعت حتى اسمك بيتنده من جواها، تجري على طول وتقرا كل اللي انت فاكره، استسلم، عيش، تقاوم، تموت، وتسحب القشة اللي حامية البلد كلها. وقتها ما كانش عندي إمكانية الجدال، ولا إمكانية اللي أنا أعترض، ولا إمكانية اللي أنا أمشي، ولا إمكانية اللي أنا أهرب، ولا عندي أي إمكانية لأن أنا مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. فعشت على القوانين بتاعتهم يا جدع، عشت سنة كاملة في بيت جدي، ما بشوفش غير الذل النفسي للبشر، ما بشوفش غير قلة القيمة ليهم، وأنا ماشي على قانون اسمه قانون الاستسلام زيهم. بحاول أدفن نفسي جوه الأوضة الضيقة اللي هو حاططني فيها، كانت في الدور التاني في البيت كده ومع نفسي، حتى شبابيكها هي بتبص على السرايا، كنت بترعب اللي انا اقرب من الشباك وابص ناحية السرايا. وفي يوم يا جدع كان يوم في الصيف يعني، كان يوم حر فشخ لدرجة انك لو بصيت على الارض اصلا هتحس انها بتطلع بخار من كمية الحرارة. سمعت صوت عربيات ضخمة ماشية في الشوارع بتاعت القرية، اللي هو ازاي بقى؟ انا عايز اقول لك صوت العربيات دي اصلا وجع لي بطني، اللي هو انا عمري ما كنت اتوقع الصوت ده. كانت عربيات موديل قديم كده بس بتلمع يا جدع كأنها لسه طالعة من المصنع بتاعها، حتى صوت المواتير بتاعها مش ظاهر اصلا، كأنها عربيات كهرباء. تشوفها وهي ماشية كده في الصمت المرعب اللي هي فيه ده
تهزك من جوه. القرية كلها وقتها اتسمرت اصلا والناس جريت استخبت في بيوتها، والعربيات دي فضلت ماشية في القرية لحد ما وقفت قدام الباب بتاع سرايا البوهي، ونزل منها ناس كده اعتقد ان دول جايين يسكنوا السرايا. انا مش فاهم ازاي بس هو ده المظهر اللي باين قدامي. بس كنت سامع طراطيش كلام مع جدي ان هو خايف من جملة واحدة، ان عيلة البوهي ترجع. فانا مش عارف هل دول عيلة البوهي ورجعت ولا دول مين بالظبط. الخوف يا جدع كان بياكل قلبي، بس الفضول بقى اللي ورثه من امي ورثه من العيلة كلها غلب حاجة اسمها قانون الاستسلام في الوقت ده. انا جريت يا جدع زي الصاروخ على اوضتي اللي في الدور التاني، جيت عند الشباك ووقفت وبقيت اعمل كده عشان ابقى كاشف السرايا كلها وشايف اللي بيحصل. كنت فاتح فتحة صغيرة يعني راقب منها ليس الا. شفت يا جدع راجل عجوز نازل من العربيات دي، لابس بدلة سودا شيك فشخ، وشه مشدود كده كأن مفيش مسام، وشكله نضيف قوي، حاطط هنا وردة كده حمرا، وشكله نضيف يعني مش لايق على القرية اللي هو فيها. ولقيت واحد تاني شاب كده نازل من العربية وبقول له توفيق باشا. اول ما قال له الجملة دي الراجل بص له بص غريب، قال له توفيق البوهي يا حيوان. وبعديها لقيت واحدة ست شكلها مراته نزلت، وبعديها بنت وشاب كمان، يعني كده المجمل الراجل العجوز ومراته وبنت وشابين. بعيدا عن كل ده مشيتهم اصلا ما كانتش طبيعية، رجليهم ما كانتش بتعمل اي صوت في التراب، وكمان ما كانتش بتعمل علامة على الارض، يعني اي حد بيدوس على الارض بتظهر بصمة رجله. هم كانوا بيدوسوا على الارض مفيش اي حاجة على الارض بتظهر. وبدأوا ان هم يدخلوا ناحية السرايا يا جدع. بس توفيق البوهي اول ما عدى السور يا جدع انا لقيت راسه بتلف وبيبص ناحيتي كده، وقام مبتسم ابتسامة خفيفة. وقتها قمت راجع بسرعة كده على جنب عشان ما يشوفنيش، معرفش هل هو كان بيبص لي ولا لا اصلا. بعدها رجعت بصيت يا جدع بعد شوية لقيت كلهم دخلوا السرايا خلاص. وفي الليلة دي يا جدع انا ما سمعتش كلام جدي ونمت والكلام ده كله، بالعكس انا رجعت تاني عند الشباك وبدأت ابص وفضول واكلني وعايز اعرف الناس دي مين وبيعملوا ايه. واللي شفته الليلة دي عارف انت بيقول لك طاسة، انا بقى الطاسة بتاعت العالي دي طارت سلام عليكم وخدت بعضها ومشيت من اللي انا شفته. كانت الدنيا ليل، النور كان مقطوع اصلا عن القرية كلها، بس السرايا يا جدع كان جاي من جواها نور احمر كده، مش احمر زي نور الفرن كده، كأنها فرن شغال بالظبط. الشبابيك كلها منورة النور ده كأنه شعاع أو طاقة خارجة من السرايا. شفت من الشبابيك يا جدع بتاعت السرايا زي خيالات بتعدي كده، أعتقد هم اللي ساكنين هناك بس بيتحركوا سرعة مش سرعة بشر، ما بيتحركوا بسرعة قوي. وشفت البنت اللي كانت نازلة من العربية أعتقد بنت توفيق البوهي دي واقفة قدام مراية عمالة تقلع وتتدلع وترقص وتعمل حاجات غريبة. فجأة لقيتها سحبت كرسي وقعدت قدام المراية وبتعمل كده يا جدع وبتشيل جلدها حرفيا، وعمالة تضحك كده وصوتها واصل لي الضحك بتاعها كأنه صوت همس، كل لما تشيل الجلد يظهر جلد غيره بشكل مختلف. وفي نفس اللحظة اللي أنا قاعد متابع البنت ومستغرب اللي بيحصل ده، لقيت توفيق البوهي واقف في التراس اللي هو واقف في البلكونة وماسك سيجار كده وماسك كوباية قهوة، وكان قاعد باصص ناحية القرية. مرة واحدة يا جدع أنا لقيت راسه بتلف وبيبص ناحيتي أنا وبيبتسم نفس الابتسامة الغريبة دي. في اللحظة دي يا جدع أنا خفت لأن فعلا عينه جت في عيني بقى المرة دي. قمت راجع بسرعة يا جدع لدرجة اللي أنا اتكعبلت وقعت على الأرض وقلبي بقى بيدق بطريقة مرعبة، جسمي كله كان بيلعن الخوف والعرق اللي حصل لي. ولقيت نفسي قاعد بضم ركبتي لصدري كده وقاعد مرعوب حرفيا من النظرة اللي أنا شفتها. وبدأ العذاب اللي بجد بقى يا جدع في اللحظة دي، إن أنا بقى في تساؤلات جوه دماغي عمالة تطلع كده زي الطيارة وأنا مش عارف أرد وأقول إيه. هو إيه اللي أنا شفته ده؟ وهم دول بني آدمين بجد ولا لأ؟ ولا أنا اتلحست وبقيت مجنون زي بقية الناس اللي في القرية؟ طب هي أمي هربت من زمان عشان شافت الكوابيس اللي زي دي ولا عشان إيه بالظبط؟ طب أنا نايم بجد ولا أنا صاحي؟ طب الناس دي جدي اللي جايبهم هنا ولا الناس دي جايه تقتلنا ولا الناس دي مين؟ وبعدين يعني عين بني ادم تبص لي الاقيها سودا بالكامل، مين ده؟ والبنت اللي كانت بتخلع جلدها دي يعني ده جلد حقيقي ولا ده اللي هو بيقولوا عليه ميك اب ولا ده ايه بالظبط؟ وحاجه عماله تقول لي اهرب اهرب اهرب، وانا من جوايا برضه في صراع تاني، طب اهرب ازاي انا معيش جنيه في جيبي؟ وبعدين امي سابتني في المجهول اللي انا فيه ده، فانا مش فاهم حاجه. طب استسلم وانام ولا قانون الاستسلام اللي قالوا عليه، ولا بص في الطين ولا بص في السما ولا اعمل ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه ومش عارف اسمع كلام مين ولا عارف افهم نفسي. افكاري يا جدع كانت عامله زي السكاكين عماله تقطع في دماغي، بعيدا طبعا ان الفضول كان فعلا ماسكني اللي انا نفسي افهم ايه السر ده. وفي وسط كل الهوجه اللي انا فيها دي يا جدع مره واحده سمعت صوت خبط على البيت عندنا تحت بيت جدي، بس خبط ايه بالراحه كده، تيك 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 تيك. وقتها جريت وقفت عند السلم على طرف السلم كده اللي بينزل لتحت، ورميت وداني عشان اسمع اشوف ايه اللي بيحصل ده. في الوقت ده كان جدي رايح ناحيه باب البيت،
ولقيته فتح الباب يا جدع، ولقيت في شاب من الشابين اللي كانوا موجودين من عيلة البوهي دول واقف قدام الباب كده ومبتسم، ولقيته بيبص جوه البيت كأنه عارف مكاني وبيقول يا ديبو يا حفيد الحاج راضي، توفيق بيعزمك على الشاي في السرايا ووجب انك تحضر. انا وقتها يا جدع اما سمعت الجملة دي انا جسمي اتجمد مكانه حرفيا، ولقيت جدي صوته تخن كده وبيرد على الواد وبيقول له الواد مش طالع، وقول لسيدك احنا لسه على قانون الاستسلام، احنا القانون ما اتكسرش من ناحيتنا وعمرنا ما هنكسر كلمتنا. بس الشاب قام ابتسم ابتسامه صفرة كده في وش جدي وقال له التشريفه اتكتبت خلاص يا حاج راضي، حفيدك كان بيراقبنا طول الليل من الشباك فوق، وتوفيق باشا عجبه فضوله، الديبو لازم يقبل الدعوه. وقام واخد بعضه وسايب جدي ومشي. جدي قام قافل الباب ولقيته بيقفل المزالج اللي هي الترابيز بتاعه الباب كلها دي، وايدي كانت عماله تترعش جدا، وانا بدات انزل على السلم عشان افهم في ايه. المره دي اما نزلت يا جدع لقيت الخوف في عين جدي بجد بقى، واول ما شافني لقيته بيجري عليه وبيمسكني ويقول لي انت حيوان انت، انا مش قلت لك خليك في اوضتك، وبيسحبني وعايز يطلعني فوق تاني. بس انا وقتها الضغط النفسي اللي كان عليا مع الفضول اللي انا فيه كان واصل لنهايته بقى خلاص. قمت واقف وقمت ساحب نفسي من جدي كده وواقف وش لوش بقى، وقمت قايل له انا مش هفضل محبوس هنا، انا مش هعيش زيكم زي النمل مستنى موت، انا شفتهم من الشباك وعارف ان هم مش بشر، والراجل ده اللي اسمه توفيق عزمني بالاسم، وعلى كلامكم لو انا ما روحتش هيجوا يهدوا البيت علينا وفوق دماغنا، سيبنا روح ممكن افهم حاجه ولا نعرف الحقيقه بدل الاستسلام اللي احنا فيه ده، كده ميتين هي هتفرق في حاجه. جدي لقيته باصص لي بذهول كده ومبرق اللي هو مستغرب او مبسوط مش فاهم النظره بتاعته اصلا. لقيته بيقول لي انت بتلعب بالنار، دخلتك السرايا دي معناها موتك، انت بتحط السكينه على رقبتك حرفيا. وقتها ما ردتش عليها يا جدع وخدت بعضي ورحت ناحيه الباب، وزي ما يكون حاجه سحراني اصلا انا عمال افك الترابيس وبفتح الباب وطالع خلاص، انا حاجه بتسحبني انا رايح السرايا. وفعلا يا جدع وصلت لحد السور وبقيت قدام السرايا الضخمه اللي بالطوب الاسود دي. اول ما قربت من الباب لقيت الباب بيتفتح يا جدع. اول ما دخلت السرايا يا جدع كانت المكان عالي جدا، السقف بتاعها عالي جدا، حسيت ان انا دخلت متحف او حاجه زي كده، عارف المنظر كان مهيب جدا. والريحه برضو كانت ريحه غريبه زي ريحه بخور كده، بس بخور زفر في زفاره في الموضوع. الحيطان معظمها من الخشب كده، وتحس ان الحيطان كانها بتتنفس، كانت عماله تنبض وترجع تنبض وترجع، الحيطان نفسها يا جدع اللي كانت بتتنفس. حتى التابلوهات اللي محطوطه على الحيطان البراويز زي ما يكون فيها عيون بتبص عليا وماشيه مع حركتي. وقابلني شاب كده من الشابين اللي نزلوا من العربيه اول ما جم، ولقيته خدني كده وفضل يعمل لي كده لحد ما وصلني عند سفره طويله كلها حواليها كراسي كده اثريه، كراسي اللي هي الملوكي دي، والسفره كانت طويله فشخ. وقعدني على راس السفره من اول ما ادخل. من على راس السفره الناحيه التانيه كان توفيق البوهي قاعد، وجنبه الست اللي هي مراته، والناحيه التانيه البنت، والولد كان قاعد، والولد التاني راح قعد. بعد كده لقيت حد غريب معرفش ده جه منين بقى، ده خدم عندهم ولا ده سحر اسود ولا ايه نظامه ده. ولقيت واحد جاي لي كده وبيحط لي كوبايه شاي قدامي، بس الشاي كان لونه احمر يا جدع زياده عن اللزوم، كانه مش شاي، كانه دم محطوط في الكوبايه، غير ان ريحه الصدى طالعه منه اصلا، فانا اعتقد ان ده دم. فضلت باصص للكوبايه شويه كده يا جدع لحد اما لقيت توفيق البوهي بيكح كده، فعينيا راحت عليه، لقيته بيبتسم ابتسامه بقه مفشوخ لحد اخر ودانه، بقه اتشق كده، واسنان صفرة كبيره كده ظهرت. لقيته بيكلمني كانه بيكلمني بصوت جوه بير، صوت غريب جدا، صوت فيه صدى صوت، عارف انت الصوت يبقى جاي كانه جاي من مكان في اوضه فاضيه او حاجه زي كده، هو كان الصوت عامل كده. لقيته بيقول لي اهلا بيك يا ديبو، طبعا انت مفهمينك ان انت حد غلبان وجاي تستخبى، بس انا شايف في عينيك ذكاء وفضول، بس عشان تعرف انت قاعد مع مين عشان اسمح لك تخرج من الباب ده على رجليك هلعب معاك لعبه صغيره ولازم تحل اللغز. انا جسمي اتجمد اول ما قال لي الكلام ده يا جدع، بصيت في عينيه كده اللي هي كلها نن اسود اصلا، قلت له لغز ايه بالظبط؟ لقيت توفيق عم قفل ايديه على بعض كده يا جدع وفرد ظهره على الكرسي وقال لي اسمع يا ابني، الشيء بيتولد في الضلمه وما بيشوفش النور، لو اكلته دم يكبر ويقوى، لو اديته امل او حقيقه يموت فورا، بيمسك القريه كلها من غير ما يلمس حد، بيتورث للاب والابن والحفيد من غير ما يتكتب على ورق. تقدر تقول لي ايه ده؟ وقتها كده السرايا كلها سكتت، حتى الخيالات اللي على الحيطان، حتى البراويز اللي حاسه ان هي بتبص لي، حتى الحيطان اللي عماله تنبض، حتى العيله اللي قدامي دي كلهم بقوا في صمت وباصين لي كانهم مستنيين مني اجابه. حسيت ان انا لو غلطت حرفيا هيقوم ياكلوني. قعدت افكر كام ثانيه كده يا جدع انا مش فاهم حاجه، بس لما فكرت في كلام امي زمان وفكرت في جدي وقانون الاستسلام واللي القريه فيه، وقتها انا فهمت هو عايز ايه، فبصيت له في عينيه بلغه تحدي بقى، وقمت قايل له يا جدع وانا باصص في عينيه، اللغز ده مش حاجه ماديه، اللغز ده
هو الخوف اللي اتولد في كل اهالي القرية. لو اكلتوه دم واهالي القرية استسلموا هيكبر ويقوى، ولو حد في القرية عرف الحقيقة او اتمسك بالامل حتى، خوفكم انتوا لعنتكم اللي هتموت. اللعنة بتاعتكم عايشة على استسلامنا احنا وعلى خوفنا احنا. اول ما قلت الجملة دي يا جدع انا حسيت ان الصمت زاد، معرفش ازاي. لقيت الكل فضل متنح لي، لقيت توفيق البوهي ده فضل ساكت كام ثانية كده، ومرة واحدة لقيته بيضحك بس ضحك هستيري، ومرة واحدة لقيت العيلة كلها بتاعته بدأت تضحك بنفس الطريقة، لدرجة ان انا حسيت ان السرايا كلها بتتهز من كتر الضحك. ولقيت توفيق البوهي يا جدع بيقوم من مكانه وبيلف حوالين كده المكان، وقام جاي جنبي وقام قرب مني لدرجة ان انا حسيت بتلج جاي منه. ولقيته بيقول لي يا جدع طلعت اذكى من جدك، برافو عليك، عرفت تحل اللغز. بس قوتنا مش مجرد انعكاس لخوفكم، عشان ما تفتكرش نفسك ذكي. وخلي بالك الذكاء في المكان ده بيعجل الموت. جدك راضي يكذب عليك، جدك هو اللي شايل السر وهو اللي ماسك الخيط. قول له يفك العقدة بدل ما نلعن القرية كلها. قوم امشي غور. قمت يا جدع من على الكرسي كأني مسحور، ما نطقتش ولا كلمة ولا قلت له انت بتقول لي ولا اي حاجة. قمت واخد بعضي وخارج من السرايا زي المجنون. خرجت يا جدع من كمية الحاجات اللي انا شفتها، انا معرفش ازاي تملكت نفسي وحسيت ان انا قوي كده جوه. بس اول ما خرجت لقيت نفسي بجري على بيت جدي وانا ضغط نفسي مرعب عليا. اول ما رجعت بيت جدي قمت جاري على جدي على طول وماسكه بعصبية، وقلت له انا عرفت احل اللغز وعارف ان اللعنة عايشة على خوفكم يا جوبنة. انتوا مش قادرين تفهموا ده ازاي؟ ايه اللي بيحصل هنا بالظبط يا جدي؟ ومين دول؟ هو ليه القرية كلها خايفة منهم بالشكل ده؟ وليه في الاخر انا جيت هنا؟ قول لي الحقيقة يا جدي، عايز افهم. امي هربت ليه وانا مين؟ ده لقيت جدي بيمسك العصاية بتاعته اللي هو بيسند عليها وقام ضاربني بيها كده، كانت عيونه مليانة دموع يا جدع. قلت بقول لي اسكت بقى، هنا ما تسألش، الاسئلة هنا بتجيب الكفن، الموت مستني اللي يفكر بس. استسلم، اقفل بقك بدل ما يقدموك قربان. وقتها ما عرفتش ارد عليه يا جدع، وخدت بعضي وطلعت الاوضه. بس الخوف يا جدع لما بيزيد عن حده بيتحول لفضول قاتل، وبيخلي البني ادم يرمي نفسه في التهلكه حرفيا. بعد الليله دي بكام يوم يا جدع النور كان مقطوع في البلد كلها حرفيا، الدنيا كانت ضلمه كحل. صحيت في نص الليل من كميه الحر اللي كانت في البيت، بس سمعت صوت زي همس كده وطقطقه وحاجات غريبه بتحصل في اوضه التخزين تحت. بدات اتسحب يا جدع في الضلمه وانزل في البيت لحد ما وصلت عند اوضه التخزين. ما بتنفسش حرفيا وحافظ على خطواتي بحيث ان محدش يسمعني نهائي. اول ما وصلت هناك يا جدع لقيت اوضه التخزين متنوره زي ما يكون حد مشغل كشاف، ولما بصيت كويس لقيت جدي هو اللي مشغل الكشاف وواقف عند طرف الاوضه كده وماسك تليفون قديم اللي هو بالسلك ابو بكره ده. كان بيكلم حد بصوت واطي وصوته كان مكسور وهو بيتكلم، وكانت عيونه عماله تدمع، ودي كانت اول مره اشوف جدي بيعيط. وسمعته بيتكلم بس بصوت مرعوش بيقول انا تعبت يا حكيم، الدم ما بقاش يكفي، اللعنه عماله تفرك في الارض ومحدش بقى قادر يعزم عليها. الواد جه بس الديبو مش جاهز ان هو يبقى الحافظ الجديد. وجوده هنا اصلا هو اللي خلى توفيق وعيلته يرجعوا تاني ويظهروا تاني. ايوه يا حاكم زي ما بقولك، رجوعه هو اللي صح الشياطين تاني. البنت قربت تموت تحت الطقوس اللي انا عمال اعملها عليها، والواد الديبو بدا يفهم، واللعنه لو اتكسرت توفيق البوهي وعيلته هيركبوا الاخضر واليابس، وانا مش هفضل شايل السر لاخر العمر. وخلاص انا قربت على الموت، مش هفضل مكمل في اللعنه دي. ولقيت جدي بعدها مقفل التليفون يا جدع، ولقيته راح عند شوال قمح كبير كده وبدا يشيله. وتحت الشوال يا جدع انا لقيت زي ما يكون في بوابه خشب كده كانها بتنزل لتحت ومربوطه بسلاسل حديد، ولقيته بيفك السلاسل وبيفتح البوابه فعلا وبينزل تحت. وقتها انا فضلت رامي وداني واستنيت صوت رجوله لحد اما حسيت ان رجوله بعدت وما بقاش في نزول على سلم تاني. وبدات ان انا ادخل اوضه التخزين بالراحه، ورحت ناحيه الباب اللي جدي نزل منه لتحت ده اللي كان تحت شوال القمح. وفعلا يا جدع لقيت سلم كده وبدات انزل واحده واحده. السلم كان طويل جدا، وكنت كل ما انزل ابدا اشم ريحه البخور نفس الريحه اللي شميتها اما دخلت السرايا بتاعه البوهي. وبدات احس بحرقان في زوري غريب كده كاني بتنفس شيء غريب. ووصلت فعلا لنهايه السلم يا جدع. اول ما وصلت انا لقيت مكان واسع جدا، بس شفت جدي كانه هيبص ناحيتي. كان في زي عمود حجر كده مخروم من النص، قمت جاري واقف وراه على طول، وبدات ابص بالراحه يا جدع من ورا العمود. وهنا شفت كابوس حرفيا، لقيت نفسي في مغاره كبيره، كل المكان ده تحت الارض حرفيا. ولقيت جدي بيشغل بوابير الجاز دي ولا بوابير الزيت، بيقول عليها اناديل زيت زمان، يعني هي زي لمبه كده بس بالزيت. وفي نص المغاره بعد ما ولع كل الانوار كان في زي شاسيه خشب كبير مدور ومجوف جوه وعامل زي الصليب. وفي الشاسيه الخشب ده يا جدع انا لقيت في واحده مصلوبه عليه ومربوطه بجنازير، واحده ست شعرها طويل كده وابيض وباين عليها التعذيب. جسمها كله كان متغطي بطلاسم مكتوبه بالايد،
جلدها كله عليه حبر اسود وحبر احمر وحاجات غريبه كده. وجدي كان واقف قدامها وماسك سكينه، اعتقد السكينه دي من فضه، ولقيته بيسحب السكينه على ايديه وبينقط من دمه على رجليها. ومجرد ان نقط الدم دي كانت بتلمس رجل الست، كانت الست كانها بتصوت بس مش قادره تطلع الصوت. لما ركزت في ملامح الست شويه يا جدع انا عرفت هي مين. دي ام المبارك خالتي، بس اللي اعرفه ان هي ميته بقالها سنين، وامي قالت لي كده. وايه اللي بيحصل هنا وازاي يربط بنته بالشكل ده ويعذبها ويعمل عليها طلاسم بالشكل ده. ولقيت جدي بيولع بخور حواليها كده وعمال يقول كلام انا مش فاهم هو بيقول ايه اصلا، مع اني سامع كل الحروف بس مش فاهم هو بيقول ايه. وفجاه لقيته جاب طاسه نحاس كده وبدا ينزل عليها زي حاجات كده معرفش دي بقى ايه، توابل دي ولا ايه دي، المهم بيخلطها في ميه وقعد يشربها منه. ولقيتها هي عماله تترجاه وصوتها مكسور كده وبتقول له كفايه يا ابويا، انا فدا القريه بس كفايه ارحمني، سيبني اموت واستريح، العذاب طال قوي كده. وجدي كان بيرد، هو باين عليه زعلان بس في نفس الوقت صوته ناشف كانه مش فارق معاه، وبيقول لها لو مت يا ام المبارك اللعنه هتمسك القريه كلها وكمان ممكن تخرج بره القريه. انت الفدا، انت اللي حاميه الناس بوجعك وبالامك، شياطين البوهي مش قادره تتحرك بسببك، اللي بتعمليه ده عمل عظيم. وبعد كده لقيته بيبتدي ان هو يرش حاجات كده ناحيه البخور اللي هو كان مولعه، ولقيت البخور كله بيتطفى. وبعد كده قاعد يعمل بصوابه على جسمها كده ويقول كلام غريب ويبص لفوق ويبص لتحت، وكان الموضوع مرعب جدا يا جدع. بعدها لقيته سابها وهي همدت اصلا وغمضت وكانها نامت على نفسها. ولقيته رايح كده ناحيه ركن في المغاره، كان ركن خشب كده وفي مكتبه وفي كتب وحاجات غريبه كده وفي مكتب اصلا. ولقيته قام ساحب دفتر كده، دفتر كان شكله غريب جدا، سحبه من الدرج بتاع المكتب وحطه وقعد قدامه. ولقيته عمال يكتب في الدفتر ده، انا مش عارف هو بيكتب بس كانت دموع عماله تنزل وهو بيكتب. انا ما اعرفش ايه الاسرار اللي هو بيكتبها في المكان ده ولا ايه اللي هو بيعمله، بس هو كان شكله ان هو مغلوب في امره وهو بيعمل كده. وقتها انا كنت واقف بتابع كل اللي بيحصل ده وانا غرقان عرق ومرعوب اصلا، وفي نفس الوقت عقلي مش مستوعب ان رجوعي انا ولا مش عارف رجوع الديب وهو اللي صح شياطين بوهي، يعني انا سبب اللعنه ولا انا ايه بالظبط، انا مش فاهم حاجه. وبعدين بسبب رجعوا تاني القريه ازاي. وبعدها لقيت جدي بيقفل الدفتر ده وبيحطه مكانه وخد بعضه وطلع على السلم. انا فضلت واقف زي ما انا مستني لحد اما طلع فوق، واللمبه بتاعت الزيت كانت بدات ان هي هتطفي خلاص، يعني هي لسه منوره فيها شويه قبل ما تطفي. وقتها قمت جاري بس من غير ما حد يحس بيا، وبصيت على ام المبارك كده يا جدع، كانت نايمه في عز نومها خلاص، مرميه كانها جثه بس نبضها باين على صدرها. وقمت رايح ناحيه المكتبه الخشب ومدد ايدي ومطلع الكتاب اللي هو كان بيكتب فيه ولا الدفتر ده، وفتحته يا جدع فاكتشفت ان هو مدونات بتحصل. واختصارا للموضوع، المدونات كانت بتقول، انا هختصر لك الموضوع، ان قبل 100 سنه واكتر كمان ان سرايا البوهي دي ما كانتش ملك لعيله البوهي اصلا، كان عايش فيها راجل بيتقال عليه الشيخ المبروك، راجل الناس بتقول عليه صاحب بركات وصاحب علامات، وان الناس كانت بتجيله من كل مكان عشان يلاقوا البركه والصلاح في نفسهم. بس في نهايه عصر الشيخ المبروك ده وهو عايش في المكان ده اتكشف المسطور بتاعه وتعرف ان هو دجال اصلا وساحر سفلي كمان، وان هو كان مسخر كتاب اسمه كتاب السمياء وطقوس الدم، وان هو استدعى ملوك الشياطين العتاه بقى الناس التقيله، وكان مستدعي عمارين كمان ومستدعي شياطين ارضيه، وهم دول اللي كانوا بيدوله القوه بتاعته. وفي النهايه مات موته بشعه جدا جدا بسببهم اصلا، ان الشياطين انقلبت عليه وهي اللي قتلته. وبيقولوا لما اتقلبوا عليه هو حرق شيطان من الشياطين الكبار العتاه الامراء يعني، وبسبب موت الشيطان ده الشياطين كلها استولت على السرايا وبقى مسكن ليه. وان في جن عتيق من قبائل اسمها قبائل الغيول جاب عشيرته كلها وخد الحيز بتاع السرايا كلها ليه وبقى ملكه خلاص. وقبائل الغيول دول او عشيرة الغيول دي طائفة من الجن اتذكرت في المخطوطات القديمة، بس ان هم عاشوا في ارض مصر قبل الطوفان وكانوا موجودين من قبل ممالك البشر الاولى كمان، وبيتقال ان هم شياطين بيتغذوا عن الخوف وبيتغذوا عن الاستسلام، واي مشاعر خوف او يأس بتحصل حواليهم هم بيبقوا اقوى كل ما المشاعر دي بتبقى حواليهم. وكمان عندهم القدرة في التجسيد والتشكيل للمواد الصلبة كمان، ويقال في الكتب القديمة ان الاجسام الميتة بيقدروا يتحكموا فيها كمان، الله الاعلم يعني. وان القرية كلها كانت عارفة بالسر ده، وان الكل كان متعايش مع الموضوع ده، وكان القانون ان محدش بيقرب من الحيز بتاع
السرايا خالص، وكل واحد في حاله وكل واحد عايش حياته. لحد ما جه راجل غريب من بره البلد، راجل اسمه توفيق البوي. ده كان راجل استقراطي ورجل اقطاعي برضه، غني جدا، معاه فلوس وعمال وشغال بلطجي كمان. وجه البلد فجأة وخد الارض اللي عليها السرايا بالقوة والبلطجة، رغم ان الحاج راضي الكبير اللي هو ابو جدي يعني حذر، واهل القرية كلهم حذروه من السرايا دي، بس هو ما سمعش كلام حد. وتوفيق البوي قرر ان هو هيهد السرايا وهيبني مكانها سرايا اجدد واحدث وتبقى المركز بتاعه. بس كل العمال اللي جم تبع توفيق البوي كانوا خايفين من اللعنة الموجودة واللي اتحكى عنها في المكان، فهو تأكيدا ليهم بعصبيته قام ماسك الأجنة وقام داخل، وكان في حجر اسود كبير عند باب السرايا وقام كسره هو الأجنة اللي معاه. وهو ما كانش يعرف ان الحجر الاسود اللي كسره ده، ما كانش يعرف ان الحجر ده مختوم بالختم السليماني المكسور اصلا. وقتها العمال كلهم خافوا ورجعوا لورا لما سمعوا صوت صريخ قوي جدا حصل لما الحجر اتكسر. ولما الحجر اتكسر يا جدع، في صوت صريخ مسك القرية كلها، لدرجة ان العمال كلهم خافوا وهربوا. توفيق البوي بجهله ما كانش يعرف ان الحجر اللي كسره ده شاهد قبر لملك من ملوك الجن، وبسببه اصلا كل القبائل دي عايشة في الحيز ده حواليه ومحدش بيسيب السرايا. وفي نفس الليلة اتكسر فيها الحجر او شاهد القبر اللي توفيق البوي كسره. بيقولوا ان اليوم ده كانت الغيوم مالية المكان، بيقولوا ان السما اسودت فوق القرية وبس. ومن اليوم ده عيلة البوي كلها اللي كانت موجودة اختفت. اصوات صريخهم وعذابهم كانت بتطلع من جوه السرايا كل يوم، والقريه كلها بتسمعه بس محدش يقدر يتكلم. واتقال عنهم ان هم اختفوا في احداث مأساويه غامضه، ومن اليوم ده محدش شاف لهم اثر، والكل افتكر ان الجن انتقم منهم وكده القصه خلصت. رغم ان من هنا بدأ الكابوس بقى. بعد 6 شهور من اختفاء توفيق البوهي وعيلته، اهل القريه صحيوا في يوم من الايام لقوا توفيق البوهي وعيلته خارجين من السرايا وكأن مفيش حاجه وبيتعاملوا طبيعي، وكانوا ماشيين في شوارع القريه وبيضحكوا مع الناس وكأن فعلا ما كانش حاجه حصلت. فجأة لقوهم بيلبسوا احسن لبس وبيتكلموا بطريقه غريبه وبيظهروا في اماكن مختلفه فجأة. فاهالي القريه بدأوا يعرفوا الحقيقه بسرعه، وعرفوا ان العيله دي بقت عيله من الجن، وان دول مش بني ادمين اصلا. وفهموا ان الجن اتشكلوا او سيطروا على اجسام توفيق البوهي وعيلته، وخارجين عشان ينتقموا من القريه كلها. وتوفيق البوهي اللي هو الشيطان بدأ يفرض سيطرته في القريه، خد كل اراضي القريه بالقوه وبالتهديد وغصب عن الناس. جبر كل الاهالي بتوع كفر الساوي ان هم يشتغلوا عنده عبيد، والمشكله ان هم شغالين عبيد في اراضيهم هم. وبداوا يفرضوا على القريه حاجه اسمها قانون الاستسلام. طبعا القريه ما كانتش تعرف ان النوع من الجن ده بيكبر وبيبقى اقوى من الخوف ومن الاستسلام. وطبعا لما استسلموا وخافوا منهم، توفيق البوهي وعيلته بقوا اقوى واقوى واقوى، واهل القريه رضوا بالاستسلام ورضيوا بالذل ورضيوا بالمهانه. وجدي الحاج راضي عشان يمنع ان توفيق البوهي وعيلته يخرجوا بره حدود كفر الساوي، اضطر يعمل عقد سري وملعون مع توفيق البوهي بنفسه. والتحالف ده او الحلف ده بيقول ان جدي هيبقى حافظ اللعنه، وان هو لازم يعمل طقوس معينه ويقدم الرعب والخوف والاستسلام في القريه، ويقدم دم من نسله بشكل دوري عشان يفضل متفق ان توفيق البوهي وعيلته يكملوا في السرايا وما يخرجوش بره القريه دي. وعشان كده جدي كان بيطلب من امي ان هو هيضحي بيها. لكن امي لما سمعت كده خدتني وهربت من البلد، لان عارفه ان المصير ان انا كمان هيتضحى بيا. عشان كده اضطر ان يضحي ببنته التانية اللي هي ام المبارك، وفعلا حطها في المغاره اللي تحت سرايا البوهي اصلا. ولاجل ان القريه واولاد القريه يتنفسوا بالبطيء، فبدا يقدم دم ام المبارك قربان كل يوم لعيله البوهي، لحد ما شياطين عيله البوهي رجعت السرايا تاني واختفت، والزمن رجع زي ما كان. قانون الاستسلام شغال مقابل ان الناس دي مش هتظهر، ولو ظهر امل او طموح او اي حاجه من الحاجات دي في القريه، وقتها شياطين البوهي تظهر من اول وجديد. وباختصاره في اخر صفحه يعني اللي هو كتبه قبل ما يطلع، ان رجوع الديب وحفيده هو دي الشراره اللي هتقيد الحطب، وان الشياطين وتوفيق البوهي وعيلته كانوا مستنيين الشراره الاخيره او الدم الاخير من النسل، وان دم الديب هو الوحيد اللي هيكسر الهدنه بتاعه كفر الساوي، وهيخلي توفيق البوهي وشياطينه يقدروا يتحركوا ويخرجوا بره حدود القريه. قفلت الدفتر الجلد ده يا جدع وانا دماغي فعلا بتشت مني، الارض تحت رجلي بتتهز كانها عايزه تبلعني من كميه التفكير اللي انا فيه، واعصابي كلها بقت سايبه. يعني امي ما كانتش مجنونه باللي هي بتعمله ده، امي كده اطهر ست في الارض عشان هربت
كانت عايزه تنقذني من القرف ومن الجنان ده. وجدي الحاج راضي ما طلعش راجل شديد وما عندوش قلب زي ما انا فاكره، ده كان هو السجان اللي مضحي بنفسه وبعيلته عشان خاطر يربط الشياطين دي عشان ينقذ الباقي، وانا القربان الاخير اللي توفيق البوهي وعيلته وشياطينه مستنيني عشان اكسر لهم اللعنه. يعني كل اللي بعمله ده بعمله بمزاجهم هم وبعمله عشانهم هم. وقتها انا مسكت الدفتر كده يا جدع وحطيته ناحيه صدري وكنت خارج عشان اواجه جدي بيه. بس في اللحظه دي انا لقيت جو المغاره كله قلب والدنيا كلها قلبت تلج كده فجاه، لدرجه ان نفسي نفسه بقى يطلع بخار ابيض، والاناديل بتاعت الزيت اللي منوره المكان بدات تطفي. ما فاضلش غير قنديل واحد اللي شغال فيهم، فالاضاءه بقت ضعيفه في المغاره دي، ما بقتش شايف غير اطراف كده. حتى خالته ام المبارك ما كنتش شايف منها غير حاجات بسيطه كده. ازيك يا خالته، عامله يا حبيبتي؟ وفجاه بدات اسمع زي صوت خطوات بتنزل على السلم اللي هو المفروض بينزل للمغاره من البيت فوق. بس دي مش خطوات جدي، خطوات جدي تقيله ومسموعه، دي خطوات خفيفه كده كأن حد بيتسحب او جاي بهدوء. جريت ورا العمود الحجر ده يا جدع واتجمدت مكاني اللي هو خلاص بقى، وسمرت عيني عند بدايه السلم عشان اعرف مين اللي جاي. وفي اللحظه دي يا جدع انا لقيت توفيق البوهي هو اللي نازل بنفس البدله النظيفه بتاعته دي والورده اللي في جيبه. بس المره دي المشهد بقى كان يخلع القلب من مكانه. كانت بشرته يا جدع وجلده كده كانه متشقق زي ما تكون ارض ناشفه وعايزه تتروي، وعينيه يا جدع كانت بتشع نور احمر كده كانها مولعه، كانها جمره نار. ونفس الابتسامه الغريبه اللي على وشه اللي شق بقه لحد اخر ودانه واسنانه الصفرة الكبيره اللي ظاهره دي. ولقيته واقف على طرف السلم وبص ناحيه العمود اللي انا مستخبي فيه كانه شايفني اصلا، كان العمود ده بالنسبه له هوا. في اللحظه دي انا قلبي بدا يدق جامد، اللي هو شايفني بجد ولا ايه اللي بيحصل، ولا انا هموت ولا ايه بقى. ولقيته بدا يتكلم بس ما كانش بيتكلم بصوت واحد، انا حاسس زي ما يكون 1000 حد بيتكلم، صوت ست على صوت راجل على صوت عيل على صوت راجل عجوز، اصوات كتير داخله في بعض وبتتكلم من بقه. ولقيته بيقول لي اهلا بيك في العرش، اخيرا شفت الدفتر وعرفت الحقيقه، عرفت انك مش مجرد ضيف وخلاص. جدك راضي كان فاكر ان بيعمل معانا تحالف، ما يعرفش ان كل دي خدعه وفخ عشان انت تظهر. افتكر ان لما يصفي دم ولاده كده هو هيسيطر علينا، بس هو ما يعرفش ان احنا استنينا السنين دي كلها عشان يجي الدور عليك انت الدم النجس الوحيد في النسل ده، انت الوحيد اللي هتخلي الشاهد المكسور يرجع تاني، واللعنه مش هتقف عند حدود كفر الساوي. اخيرا هناخد نفسنا وناخد حريتنا. في اللحظه دي يا جدع ظهر من ورا توفيق البوهي جدي وهو عمال يجري عليه، بس بيجري عليه زي المجنون. وش جدي كان باين عليه الخوف وباين عليه ان هو مصفر زي الجثه كده، وكان ماسك في ايديه طاسه كده ومحطوط فيها حاجات زي ما تكون ميه او حاجه زي كده. ولقيته بيرش من الطاسه دي على توفيق وبيقول له مش هتاخده يا توفيق على جثتي، لو شياطين الارض كلها اجتمعوا مش هياخدوا حفيدي. وبعد ما رمى عليه الميه ولا الحاجه دي لقيت جدي بيولع ولعه وبيحطها ناحيه توفيق، لقيت توفيق عمال يولع ويصرخ. وفجاه زي ما يكون المغاره كلها جدع بتنفجر، ولقيت نار ازرق طلع من توفيق البوهي نور المكان كله. ولقيت جسم توفيق البوهي يتمدد كده يا جدع وبيكبر وعمال يتمحور كانه بيتحول لكائن، بيتحول لتنين. وكان في قطع لحم سودا عماله تقع منه، والبدله اللي لابسها كلها اترمت على الارض. الموضوع كان شكله مرعب فشخ. توفيق البوهي كان عمال يكبر يا جدع لدرجه ان هو خلاص بتاع متر 2 كده، عمال يطلع لفوق وجسمه يكبر ويبقى عريض، وزي ما يكون في عظم عمال يخرج من جلده ويتكون في جسمه كده كانه بيتحول لكائن عضلات او كائن عظم، كانه بيتحول لشكله الحقيقي او بيتجسد على شكل مرعب. والنار الزرقاء دي بدأت تمسك في كل حاجة لدرجة ان هي مسكت في ام المبارك ولقيتها بدأت تصرخ، وجسمها كله لقيته عمال بيتحول لرماد يا جدع واحدة واحدة وعمال يتفتت ويقع على الارض. ولقيت جدي مسك سكينة فضة كده نفس اللي كان ماسكها قدام ام المبارك، ولقيته بيجري على الكائن الضخم ده وبيغرزها فيه ويغرزها فيه تاني وتالت، وبيبص لي وبيصرخ بعلو صوته بيقول لي اهرب يا ديبو، اجري يا ابني وما تبصش وراك. ولقيته قام ماسك السكينة الفضة دي وحادفها ناحيتي وعمل لي الدفتر في ايدك والسكينة معاك، افهم السر واكسر اللعنة، اهرب يا ابني، اياك تستسلم زي ما احنا استسلمنا، اجري واسمع الكلام اجري. دي كانت اخر حاجة سمعتها من جدي راضي يا جدع. وفجأة لقيت الكائن ده بيمسكه وصوت عظم جدي وهو عمال يتدغدغ انا كنت سامعه. الصراحة انا ما فكرتش، الجينات بتاعت البقاء على قيد الحياة دي حسيت ان هي اشتغلت في دمي كأنها البنزين اللي بيشغلني. فضلت ماسك الدفتر وقمت موطي واخد السكينة من على الارض وجريت ناحية ممر كده كنت شايفه جنب السلم، وزي الصاروخ يا جدع انا بجري فيه زي المجنون مش عارف انا رايح فين. الممر يا جدع كان عبارة عن نفق طين طويل وعمال اجري فيه، الدنيا ضلمة كحل وانا مش عارف انا اخره فين ولا ممكن اخبط في ايه وانا بجري. ريحته بدأت تخنقني ونفسي بدأ يضيق زيادة، وانا بجري حسيت زي ما يكون في كوابيس بتطلع لي من الحيطان،
حسيت بايادي سودا متلجه كده عماله تطلع من الحيطان وعايزه تمسكني باي طريقه، اصوات وحاجات عماله تهمس في وداني، واصوات ناس غريبه، وناس بتقول لي اهرب، وناس بتقول لي تعالى، وناس بتقول لي يا حبيبي، وناس بتقول لي هموتك، وحاجات غريبه بتحصل لي. فجاه بدات اسمع اصوات مألوفه على وداني، نفس الاصوات بتاعت اهل القريه اللي سمعتها. استسلم يا ديبو، تعالى معانا، الموت ارحم لك، ارمي نفسك في الطين وما تخافش، استسلم استسلم. انا كنت بصرخ زي المجنون يا جدع، وماشي عمال الوش بالسكينه اللي معايا دي عشان لو في اي حاجه قدامي تخبط فيها، ورجلي كانت بتغرس في الطين، واقع على الارض واقوم واكمل، وانا مش عارف انا رايح فين، والطريق كان طويل جدا. بس كان في فكره كده في دماغي عماله تجيلي لما امي قالت لي لو اسمك اتعرف واستسلمت هتتذبح. وفضلت اجري يا جدع لحد اما لقيت نفسي اترزعت في حاجه زي ما يكون الحيطه او ده نهايه الممر خلاص، بس لما خبطت فيها لقيته زي ما يكون باب اتفتح وانا اترميت منه. ده كان نهايه النفق يا جدع. لما طلعت لقيت نفسي جنب الترعه الميته اللي على بدايه القريه، وقعت على التراب وبقيت عمال انهج ونفسي مقطوع ومش قادر اتحرك. ولما عينيا بصت ناحيه القريه يا جدع انا شفت الجحيم حرفيا. انا شفت سرايا البوهي من بعيد يا جدع، وهي كلها بتولع بنار زرقاء، النار واصله لحد السما فوق، وكان في زي خيالات كده او كائنات سودة عماله تحوم حوالين السرايا وتطلع في السما كده، وشكلها كان غريب جدا. اعتقد ان دي شياطين. كنت شايف اهل القريه سواء صغير او كبير او رفيع او تخين كله عمال يخرج من البيوت وعمال يجري زي المجانين ويصرخوا كأن في حد بيمسكهم او حد بيضربهم او شايفين حد، بس انا شايفهم مفيش حاجه حواليهم. واشوف ناس بتترمى على الارض وعمالين يكلموا حد كانه راكب فيهم ويقول له سيبني سيبني مالكش دعوه بيا. انا مش فاهم حاجه. من اخرها يا جدع القريه كانت بتموت نفسها حرفيا. هم وصلوا ان الناس كلها بدات تستسلم خلاص. وسمعت صوت توفيق البوهي كانه في الهوا، انا مش شايفه بس انا سامع صوته كانه جاي لي من جميع الاتجاهات. بقول لي يا ولد الدم في عروقك والعلامه مرسومه على ظهرك، هنجيبك ودفتر الروح بتاعنا. انا في اللحظه دي ما لقيتش ردة فعل مني غير اللي انا قمت وبجري ناحيه الغيطان، وبجري زي الصاروخ. انا مش عارف انا رايح فين بس بجري وخلاص. المهم ابعد عن القريه دي باي طريقه. انا بسيب كفر الساوي ده، بسيب الموت والرماد والهبل والشياطين وكل ده وبجري وبس. فضلت اجري يا جدع في وسط الضلمه وفي وسط العتمه اللي انا فيها في وسط الغيطان دي لحد ما وصلت عند الشارع الرئيسي. اعتقد ان انا جريت بتاع 3 كيلو ولا حاجه لحد ما وصلت للطريق الرئيسي اللي هو الاسفلت اللي بيتربط بين الطرق. معرفش بقى الساعه كانت 3 الفجر ولا الساعة 4 الفجر ولا الساعة كام. الجو كان كحل، مفيش حتى صوت صرصور الحقل ده مش باين. وقفت على طرف الشارع يا جدع، جسمي كله متبهدل طين وهدومي كلها مقطعة، وماسك الدفتر الجلد ده وماسك السكينة الفضة في ايدي ومش عارف اعمل ايه. فضلت ماشي على طريق الاسفلت اعتقد بتاع ربع ساعة لحد ما شفت عربية جاية من بعيد ونورها جاي كده، عربية نقل كبيرة. قمت واقف في نص الاسفلت ما فرقش معايا زي المجنون، وقمت رافع ايدي كده اللي هو هتقف يعني هتقف. وفعلا السواق الحمد لله لاحظني يعني، وقام ضارب الفرامل بسرعة ولحق نفسه قبل ما يقتلني. قام واقف وبقول لي انت عبيط يا ابني اللي انت بتعمله ده. وبعد كده لقيته ميز شكلي كده وقال لي انت مين يا ابني وايه الطين والبهدله اللي انت فيها دي؟ طلعت لي منين في نص الليل كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم منك، وحاسسني ان انا شيطان. وقتها انا جريت وقمت فاتح العربيه يا جدع وراكب الكابينه جنبه، وقمت باصص له يا جدع وقلت له بقول لك يا اسطى امشي يا اسطى بعد اذنك، امشي واطلع مكان ما انت رايح القاهره رايح اسكندريه اي مكان مهما كنت رايح انا جاي معاك، واياك تبص في المرايه من ورا. لو عايز تفضل عايش كمل طريقك يا اسطى. السواق ما تفهمش هو خاف مني ولا استعطفني، ولقيته بيدوس بنزين وبيطلع بينا. وبدأنا نمشي في الطريق يا جدع، وانا الحمد لله سبت كفر الساوي وسبت الموت والرماد ورايا. انا هربت بجسمي بس السر لسه معايا، واعتقد ان كده اللعنه دي هتفضل ماشيه ورايا مهما رحت ومهما جريت. بس المهم اللي انا عرفت افلت بجسمي. ودلوقتي يا جدع بما انك سمعت النهايه وعرفت البلاوي السوداء اللي حصلت لي في كفر الساوي، تفتكر عيله البوهي والشياطين والقرف اللي حصل ده كله هيسيبوني في حالي ولا هيكملوا ورايا؟ والمره الجايه المواجهه بقى بيني وبينهم هتبقى في بيتي ولا في بيتكم انتوا ولا في شارعكم ولا في شارعنا ولا هتبقى فين بالظبط؟ عايزك تسيب لي رايك في التعليقات وتقول لي ايه اللي انت شايفه ممكن يحصل. وعايزك انت يا جدع اللي تكتشف المره دي وتقول لي ايه الجانب الماورائي وايه الجانب النفسي والفلسفي للموضوع. واوعى تستسلم للخوف يا جدع، لان اللحظه اللي هتبطل فيها تعافر وتقاوم هي دي اللحظه اللي هتلاقي ايد الشياطين على رقبتك. ربنا يحفظك يا جدع. ومع الجحيم حبيبي، مع الجحيم يا بابا. احب اقول لكم الله يبارك لكم وخد بوسه. سلام.